البصرة الجو طبعا توني مسوي تشيك اوت يا الربع. امس كان عندي اكشن. اي والله اكشن. وين صارت السيارة؟ شنو الاكشن؟ لحظة خل احط الاغراض بالسيارة واقول لكم الاكشن يا ربع. على ما اسخن السيارة خل اقول لكم. هلا حبيبي، شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. يلا يلا. طب عندك اتصال شيء؟ لا اخذك سيلفي معاي بعد. وياك؟ يلا بالسناب طلعت. يلا ضحكة. الله يعزك سعد، حياكم الله. اهلا وسهلا. يلا صور. خلي اخذ. الربع خليني اقول لكم القصة. امس يا الربع اول ما خلصنا المباراة رحنا تعشينا، خلصنا عشاء، رحنا الفندق، سوينا تشيك اوت، كل واحد خذ غرفته. انا دشيت غرفتي ولا فيها مشكلة كبيرة. الغرفة فيها ما ادري شنو اقول. ما راح اقول، انا ما احب اتكلم عن سلبيات. المهم طلعت حاولت اني اغير غرفتي. الظاهر الفندق فل او صار في احتجاج. قلت خلاص يا جماعه انا بطلع بروح اشوف لي فندق ثاني. طبعا ربعي ما دروا. خذيت السياره ومشيت. دور الفندق الاول، دور الفندق الثاني، دور الفندق الثالث، فل. رحنا موفنبيك كان ساكنين فيه اللاعبين، فل يا جماعه يمين يسار. طبعا اكبر مشكله وين؟ لما كنا نروح اي فندق نقعد نص ساعه بس يعزمونا تعال بيتنا، والله ما نخليك، الاماكن فل، لا والله لا، يمين يسار. طبعا اسلي كان معاي في المحل، ما قال لي ما اسلي شنو مشكلته؟ اسلي كان مصدوم من كرم العراقيين انه يقول تعال. واحد يقول لي تعال شفت الجسر؟ قلت له قاعد يعطيني عنوان فندق. شفت الجسر؟ بعد الجسر بيتنا. هلا شيخ، هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام. هلا والله شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام حبيبي. شكرا ما قصرت. كنت قاعد اصور سناب. شكور تبي نصور؟ يلا نصور الحين كلنا. اصلي كان مزوف. في واحد قال لي شايف الجسر هذاك؟ انا قلت له الحين بيعطيني عنوان فندق. الجسر هذاك بعد ما تطوفه يمين هذا بيتي. والله ما تروح يا ابن الحلال. ربعي موجودين، اروح انام عندهم بالغرفه. شيخ درغام موجود ما يقصر، ادق عليه اروح للبيت. الكرم كان مصدوم. المهم ندور يمين يسار، اخر امل انه شنو؟ خل نروح انا وياك ابدان نطق فره عند الربع، ننام عندهم، نرجع من ابدان كاني بيننا شط العرب. بس الحمد لله اخر لحظه في ما ادري اي شارع لقينا فندق ممتاز كان زين الحمد لله. ونمنا. بالصدفه كان في سويتين فاضيين، خذيناه انا فراد ونمنا. نومتك كانت اوكي؟ لا كان تمام الحمد لله. ايش رايك ببصره؟ تمام والله. الشباب البصره اهل بصره. اهل بصره اول واحد. حبيتهم ها؟ اي والله. لنا زياره ثانيه. افتح لك بادره هني، لازم تفتح لك بادره هني. اذا فتحت بادره هني. ربع هذا من احلى الشوارع اللي في البصره. ما ادري شنو اسمه بس احس ان كل شيء موجود هني، كل المحلات. شنو تبي؟ شارع شنو ما نسيت مرينا. شوف مثلا تبي ابواب، تبي ليتات، تبي مطاعم، تبي فنادق، موجود بهالشارع. الحين لازم اطلع لكم اسم الشارع. شنو اسم الشارع؟ هذا شارع حيوي. هذا الشارع حيوي. الشارع في هني شوفوا التراكات هذيل يبينون. شو هذا مسكر بس الباقي مبطلين. التراكات هذيل اي احد يجي البصره لازم يها التراكات. عندهم شوكليته، اللي يدور شوكليته. بس الحين راح ادور لكم اسم الشارع او الدوار هذا علشان تعرفون اسم المكان وتيوله. هذا مكان حيوي ولازم تجون. الحين راح اسالكم بس اسم المكان وين. شنو الدوار هذا؟ لان نهايه الشارع دوار. الدوار هذا راح يجيب لكم حق الشوكليته. لازم تجربون شوكليته البصراويه. خليجي بصراوي. شوف اصلي احنا الحين قاعد نصعد اعلى جسر، مو اعرض مو اطول، يعني بالطول اطول جسر في العراق. هذا جسر يسمونه جسر الايطاليين. يمينك
ويسارك شنو؟ شط العرب. شوف يبين ورانا سيارة قاعد يقولون هنا، واحنا قاعد نسوي تور في البصرة. شوفوا هذا شط العرب مكملين. الجسر هذا يسمونه جسر ايطاليا لان المصمم ايطالي. شوف هنا قاعد تصور. شوف شوف الناس شلون يوقفون يصورون. هذا بعد من الاماكن اللي البصره لازم يزور الجسر هذا. اللي وراي قاعد يطق هرن، انا اسف بس قاعد اوري الناس البصره. اي والله. المهم نكمل نطق فوق تحت ونروح حق الشباب. تابع واحد من الشباب اللي موجود عندي بالسناب اسمه حمزه، على طول عطاني اسم الشارع، اسمه شارع السعدي. نهاية شارع السعدي تي تشرب لك شوكليته اللي هي البصرة. اخواننا الخليجيين اللي يجون البصرة، اخواننا العرب اللي يجون البصرة، اي احد اول ما تشوف الدوار لف يمين او جاي من شارع السعدي اخر الشارع اشرب لك شوكليته. هني نشوف ينفع يزرع ولا ما ينفع؟ كم شعره؟ كم شعره تكفى؟ يحط لك 12,000 شعره تقول لي 600؟ 600 ولا 12,000؟ هذا كم يبي له؟ يبي راس ثاني. وقت الغداء والموضوع بيد منو؟ بيد الشيخ. وين راح نتغدى؟ مو بيدي ابو جاسم بس. ابو جاسم؟ قصص وسنابات ولويا. وسنابات وسيارات. قاعد يشوف سيارة رنج. على اساس ما شايف رنج بالكويت. هو اللي افتتح الرنج اول ما يابا الكويت. احنا اليوم راح نتغدى بمكان يكون على شط العرب. حلو. وتحت الجسر الايطالي الشهير حلو. بالبصره. تدري الشيخ اليوم انا طلعت بسيارة بروحي من غير نافيجيشن، رحت الجسر الايطالي ورجعت. اي هو شوف هو ما يضيع لان هو نفس طريقنا هذا رايح راد، هذا نهايه الشارع مال الأوتيل. يعني سهل الموضوع، يعني انا مو مصعبها. بعد انت تقدر هسه المرات الجايه تو العيال نلعب دلي لين هنا حفظ خلاص عندي هنا. ها شي البصره نفس ايدي. فنروح اليوم شو اسم المطعم؟ اليوم بشط العرب وناكل مسقوف عراقي اصلي، الاصلي المسقوف العراقي والتمن الاحمر. اوف خلا. بداية الكورنيش شنو فيه؟ مطعم شط العرب. هذا من اقدم المطاعم صح؟ هذا من اقدم المطاعم على الشط العرب. نروح نشوف شط العرب. هذا الجسر الايطالي. ما اقدر اصور المطعم لانه فل زحمه، بس شوفوا الفيو على شط العرب. الجسر الايطالي طاولتنا هني. ما اقدر اصور من برا. طحنا على صاحب المطعم المحامي سيد وليد الياسر. والنعم والله. الله يسلمك. قلت له ابي اشوف السمك شلون ينشوي. قال انا اوديك. يا هلا ومرحبا شرفتونا. حبيبي يا هلا شكراً، بكم شكراً. واهلا وسهلا. شكرا. يا هلا حياك. هنا صوب الشوي السمك. مسقوف العراقي. هلا حمودي، حمود يسلم. شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام؟ وضع سلامي. هاي يلا دقيقة. هذا المسقوف العراقي. المسقوف الاصلي. اي هاي الطريقه مالتي. يخلون على انا اليوم اصريت ان اي مطعمك عشان قالوا لي اكل عراقي صجي. على راسي نتشرف. السمك هذا من وين؟ هذا من هنا عندنا حاليا يسوونه يعني بمزارع. يعني اي اسماك. حلو. فنجيبه يعني تصير هاي طريقته بدايه الشيك والتمليح والغسل مال السمك زراعي يعني مو من شط العرب. لا اكو بيه عندنا مزارع تصير على شط العرب داخل. اوكي يعني من شط العرب. نعم بس مو هذا الشط الرئيسي يصير عليه الشطوط الفرعيه. حلو. أي. وهذا طريقة الشوي. يسوون عمي عاطف وايد سولف هاي لي الاحوال مالته. على المسقوف. هذه الاحوال فريش يعني. شيء فريش عدل. فريش على طول. نعم. تشوي. عدل يعني حي.
ينوخذ ينقص ينغسل يعني يتملح ويصعد بعدين على النار. على النار. اي على المسلوق. فريش. والله شكل بس انا اقول لك شنو المشكله فيه، هذا يطول ساعه. ساعة تحطونه. اي طريقه الشو مالته هي ساعه. لان تعرف راح شلون بعيد، بعدين من يخلص يفتحها يستوي الوجه. وتقلبونه. يرجع يخليه وين عندك. هاي طريقة المسقوف. يصير بعدين على هذا السنابة حق ابو زوجتي. اهلا وسهلا. هو اللي يسولف لي على المسقوف. ان شاء الله شرفتين. ان شاء الله نيبه مرة ثانية نيبه مرة ثانية. هذول مالوت الصيد صح؟ هذول اي نعم، هاي مال يعني شلون تقول مال اشخاص البلامه. اي. اللي يجون هنا على مود شغلات الصيد اللي يصير على شط العرب. هم عيال بلام من هني؟ كلهم بصره. بالبصرة عيال. اي نعم. اغلبيتهم من قضاء شط العرب اللي هو ذاك الجانب اذا تشوفه، ومن قضاء ابو الخصيب. البلام قصده يعني اللي يصيدون. الناس الاشخاص يعني البلامه الصياده. الصياد طلع حسن بلام صياد. حبيبي. إذا نزل شيخ أبي الدولمة. الدولمه العراقيه. عطني الدولمة العراقية. خلينا نجربها. عطني دولمه وخذ مني. شوف. أبي هذا. والله صح تعرف تختار. أي لعبتي. شوفها. شنو؟ مسقوف. خادم شيخنا. هذا اللي كانوا يعيشونها تونا. يقول لهم اسمك هذه نهرية. شوف. هذا تمن. هذا خاص بالاحمر هو حطه بس شكور. يا باشا اجيب لك نجرب الاحمر ونجرب على شوف. نجرب النهري. شنو بتقول شعر؟ يا حق الشيخ. يلا قول. يقول لك اشتهيت الموت مثل الاكل اشتهيت الموت. بس على صوتك شوي. مثل واحد يحب. لا عيد وعلى صوتك. يلا. يقول لك اشتهيت الموت مثل الاكل اشتهيت الموت. مثل واحد يحب له بنيه بالبصره وهو بيتهم بالكويت. الله. وين انت اشتهيت الموت؟ بنص بغداد. الله وبيم الرصافي يقول. والجناز من يم الرصافي يفوت. يا سلام عليك. طلب اخر اطلبه والحكي بسكوت. لا تخلي غضبات تابوت حتى اشتم هوا بغداد. وشك شهقه وما ظنها غضيت. الله. هذا العلم وهذا الوشاح هذا العلم. هذا العلم وهذا الوشاح هذا العلم. على حبيبي صورة. يلا. هذا العلم وهذا الوشاح هذا العلم. الله يحفظك. اللي ما يصير تطلع من البصرة وما تجرب الفلافل البصراوية. بالضبط عشان يضبط الليلة. جابوا لنا الخبز العراقي وندبها مع الفلافل. خلاص صار وقت الرحيل. والله راح انتظركم بفارغ الصبر. ان شاء الله سواء بصرة او بغداد. بصرة بغداد. جاي يعني جاي. لا بصرة لا بغداد تبعدنا عنك بس ان في هواي ياخذنا منك. الله عليك. لا انا اهل الحلة ياخذوني. حبيبي شيخ مشكور ما قصرت. نورتنا والله عفوا. والله يعني خجلتنا بكل اللي سويت لنا والله. ان شاء الله تي يعني نونسك نفس ما ونسنا. مشكور ما قصرت. وراح احط سنابك حق اي احد عندي بالسناب ويشوف اهل البصره اهل العراق من السناب شيخ راح تستمتعون. سلم على محمود امانه. محمود ما يشفي ما يرد علي. على محمود. ترى ما يرد علي. نايم ها.
يا الربع وصلنا، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. كل عام وانت بخير، هابي بيرثداي. انا قايل لازم نيجي قبل 12. باقي 5 دقايق.